للمتقين في هداية. عسلامة تفضل. انت اللي جيت مش لازم انت تقول هذا هنا راحت الرجل. الكتاب هو طريق الخير، هو اللي يصلح بين الناس، هو اللي ينحي الشحناء البغضاء الحقد الحسد. لكن المرض اللي ما تتنحاش بالحرام والزلال وما تتداويش لا بالجريده ولا بالراديو ولا بالتلفزه، وكل مؤصله في قلوب الانسان. قلبي فيه جانب اكحل، فيه بغض، فيه حزن، فيه حب نفس، فيه اراده شر للناس، حب الاعتداء عليهم، تحب تسمع الناس الكلمه الخايبه، تنتصر لنفسك وانتصر لنفسي. يا ابوك واحد يغلط معايا نعرف فيه ونشد على لو شد سابق عشان سيبه نمنه نرفع وقت اللي نكسر له عظامه ونكسر له بدنه، وقت اللي نمسه في اخلاقه نسبه ونشتمه. هالمرض هذه ما ينتبهاش حتى شيء، لا حربوشه ولا سيروم ولا زريطه، وامراض متعصبه في النفوس وتقتل النفوس، تقتل النفس، تحول الانسان الى حيوان. يخليه يزيد ويضرب اخوه، مش تحول الى حيوان. شو الفرق بينه وبين البقره اللي تنتج مع البقره؟ شو الفرق بينه وبين كبش يهجم على كبش؟ خاطر كبش عنده قرون يحب يضرب كبش ياخذ ما عندوش قرون. احنا البشر نتحول الى حيوانات، نسبوا بعضنا، نعتدي على بعضنا. ايش نقولوا لبعضنا من كلام؟ كيفاش نتعامل مع بعضنا؟ خوك اللي يمدك 100 دينار لو كان انت ملزوم تعرض في الشارع تقول لي ما عادش تعرفه، وتدخل القهوه تعمل روحك داخل بيت الراحه مصروف باش ما ياخذش 100 دينار بتاعه، تدخل الجامع وتحلف باليمين اللي ما عطاكش هو عطاهم لك، تجيب فلوس شهود من القهوه تخلص له القهوه يشهد معاك اللي انت خلصته نهار السبت بالاماره بالعشيه، وفما كبير بتاع بلديه متعب بالاماره. مش ابليس يدخل في نفوس الناس يحفظها، نبردوا في افعال بعض، وقت اللي نبردوا ونعرف نفوسنا على المرآة نلقاو احنا خارجين ياسر خارجين، نعرف افعال ونقولوا كلام اللي ده يتقال من عاقل ولا يفعل عاقل. تعرف انت مرتك تقول لها لو مش انا راكم انتم بالشر كلاب عشان انت اللي تربوا، انت توكلوا الشر، لو كانوا مش ديروا مالهم بالشر، واللي خلق ملاوين نحيد ربي في الحساب. العلو اللي في النفس شنو اللي باش يصلح؟ كان الحاله بتاع الحضور مع الله وقت اللي تحل الكتاب كما عمر بن الخطاب وقت اللي جاء سمعت اخته هو ماشي يشمشط على سيد النبي واصحابه كيفاش هذوما يدخلوا الاسلام وفسدوا لنا نظامنا الاجتماعي ويجيبوا لنا برنامج جديد. هو جاي هاجم على دار الارقم والرسول مجموع، وواحد من الصحابه قاعد يعز قبلوا ما يعرفوش، قال انت ماشي يا عمر، قالوا ماشي محمد واصحابه واش نعمل له ونسوي له؟ قال مرت لا دارك انت كان محمد واصحابه، لا ابن محمد واصحابه صلى الله عليه وسلم. سيد النبي بيه قال مرة مشي تشوف دارك تشوف اختك بيها يخلي اختك لاصه معاه يقول لك مش معاه باش يبعدوا باش ما يكونش القصد سيد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. قلت له رجع اخته حست به داخل راجلها هز المصحف اللي يقرا فيه مشات خبى به تدرخ على اصابعتي فرد خرجت من الجنة. نعم شيوت قال ما عمل وسويت قال ما عليك وتعمل تلك هدايه والله حل في قلبي. قالت
راسه تبلك بالماء. قال بين القلبة مشى في طرف البيت عنده البيت ماله هز قلبه وصلها ثبت وقت اللي سمع راجلها اللي هو بدا يهدى خرجت بالصحيح قرأت صحيحا قال وسلم معروف قديم هذا فقرأ قوله تعالى طه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قلت اقرأ الآية هذه قالت فرأيت في وجهه الإسلام قبل أن ينطق به. قلت خذرت له لقات العينين تبدلوا والوجه تبدل جاء دم الإيمان ودم الإسلام باش فكي الآيات اللي أنزل على قلب النبي الكريم التي لو أنزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدع. القرآن اللي كان قال أهل السير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد من الصحابة كان سيدنا النبي قاعد وواضعا ركبته على فخذه قال حسيت به القل حتى خشيت أن تكسر عظام رجلي وصلنا عليه حتى إني خايف العظام ده يتكسر. فإذا به الوحي قد نزل عليه فضل الوحي. الكتاب هذا يا إخواني الكرام هو اللي جعلك أن يعمل في صنبا ينحي الصنبا ما تنفعش وما تضرش. هو جعل لك اللي عنده زعر واللي حارب 40 سنة أخوه على خاطر جمل مات تقتل بتاع فلانة جعلها يوم يتصالحوا مع بعض ويرجعوا الأرض وجعل لك الفقراء والمساكين والضعاف يوليوا قويين ويكونوا أمة ويقفوا في العالم ويقولوا نحن نعلم الناس. وربع بن عامر واحد من الصحابة كان ما يعرفش في حياته يحسب أكثر من 100 يقول له احسب كل واحد 99 100 وبعد يقول له احسب بعد 100 ما يعرفش يحسب أكثر من 100. أنا كان يمشي الرستم ملك الفرس كيف يقولوا ما جاء بكم قال جئنا لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة خالق العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. تعيشوا في الدنيا ضيقة آمالكم محدودة بها مربوطين بالشوارق حياتكم كلها تخدموا على الشوارق والزبل. هذه حياتنا مش قاعدين نخدموا كثر وشجر كسر وأخضر الواد مش يحطوا بلاطة قدامه ياكل يتنهى والبقية وين يمشي غالي باش يلبس كسوة يلبس شبة يلبس كدرون ومن بعد وين تمشي غالي حلال وحرام الكل غالي. قاعدين نجريوا على الدنيا ليس فيها كفو تريد الدنيا هذه تقاتل الطويل الضعيف تقاتل العالم للجاهل تقاتل اللي عنده اللي ما عندوش. هاو شوفوا فيهم قدامنا ركبهم يتلى قبل عامين 3 سنين شكون كان منا يجمع بالاخر ولا يتكلم مع الاخر خايفين وليس يحس علينا وقوه وقهر وين هرب كده لان رب يجعله ان سنه الحياه أن تتداول الناس دولة بعد دولة وتلك الأيام ندبرها بين الناس. شكون اللي بيكتب هذا؟ حق الكتاب الكريم هو اللي ما يجعلناش نغلطوا ما يجعلناش كي ندخلوا التمثيلية تبع بعض منا الكبار يعرفوا التياتر وسارة وما عادش يعرفوا ما كنا نمشيو ساعات للتمثيلية نتفرج نبداو قاعدين ويطلع واحد يقول أنا شكون هذاك؟ يقول بابا شكون؟ يقول هذاك عامل الرشيد وين؟ جعفر البريد وين؟ أبو نواس وين؟ تشكون ولاده يشد عليها وقت اللي يشعل الضوء نفهم أنها تمثيلية. احنا اليوم نعيش في تمثيلية في الحياة كلها تركز بتاع السينما اللي هذا يقول أنا نعمل وأنا نسوي وأنا نقد وأنا ما نقدش وأنا أحيي وأميت قال ربي الذي يحيي ويميت. متصورين أن السينما هذا السلك اللي نعيش به دائم مستمر. جاءت النبوة قالت لنا فيكم
الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. راكم انتم تحلموا بالمنام كيما كان المنام نتكلم عن الليل ساعات ترقد تاكل كسكسي بالبن فيه لقمه زبده وقعقوز تاع شحال تمشمش فيه تطلع لك البخاريه مخك وتنام منامه مرعبه. واحد جايك بفطور وله جاي بعصا واحد ثاني مفلقه باش يفيدك والا تتصوروها في غايه النعيم. 27 حوريه باصين قدامك الحرير اضحك لما تبدي تضحك بالحكايه بالحكايه نضحك كمل خليه يفكر باش نتربى. اخواني هاك الدين هو اللي جاب شي نحكي مناه الفاسد. فالكتاب هذا يحفظنا ونحن نحفظه. نحن نحفظه بأن نخرجه من ضيق الكتاب وضيق الورق وضيق النص إلى سعة الحياة فيحكمها. والأمة هذه كما قال سيدنا